اهلا بيكم في حلقة جديدة من ترندات وبس. النهاردة معانا قصة عملت دوشة كبيرة جدا على السوشيال ميديا، سقوط الراقصة بوسي الاسد في قبضة الامن. ايه اللي حصل معاها وايه التفاصيل اللي كشفتها التحقيقات؟ تعالوا نشوف القصة الكاملة سوا. القصة بدأت بعد ما انتشرت مقاطع فيديو للراقصة بوسي الاسد، او زي ما اسمها الحقيقي ميرا جمال، على مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديوهات دي كانت صادمة جدا. بوسي ظهرت فيها وهي بترقص بملابس خادشة للحياء، ملابس منافية للآداب العامة بشكل صريح، وده اللي خلى الفيديوهات تتشاف على نطاق واسع جدا. اللي حصل ان الأجهزة الأمنية رصدت الموضوع، وبعد ما اتأكدوا من صحة البلاغات تم ضبط بوسي الأسد في منطقة الأهرام بالجيزة. وهنا بدأت المفاجآت. لما اتحقق معاها واتعمل لها تفتيش لقوا معاها احراز مثيره جدا للجدل. الحرز الاول وهو عباره عن كيس بلاستيك اسود جواه 3 باروكات شعر نسائي، واللي كانت بتستخدمهم في الفيديوهات اللي بتنشرها، والحرز كان مدون عليه كارت بيانات باسمها. والحرز الثاني كان كيس تاني بلاستيك اسود فيه ازازه خمره مفتوحه من نوع ريد ليبل، وكانت محطوطه في علبه كرتون مكتوب عليها نفس الاسم. كمان لقوا معاها 8 صور ضوئيه ليها ظهرت فيها وهي بتعرض نفسها بحركات مثيره وصور منافيه للاداب العامه، وواحده من الصور دي ظهرت فيها عاريه بالكامل. وكشفت التحقيقات كمان ان معاها 4 تليفونات محموله، وبالفحص الفني اتاكدوا ان في دلائل واضحه بتثبت نشاطها الاجرامي على السوشيال ميديا. والاجهزه الامنيه في تحرياتها قالت انها كانت بتستخدم الحسابات بتاعتها علشان تنشر الفيديوهات دي بغرض انها تجيب مشاهدات عاليه وتحقق ارباح ماليه، حتى لو ده معناه انها تخالف القانون والعادات والتقاليد. وبعد ضبطها جهات التحقيق قررت حبس بوسي الاسد 4 ايام على ذمه التحقيق بتهمه نشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستغلال منصات السوشيال ميديا في نشر محتوى خادش للحياه. وبحسب محاضر الشرطه اوضح السجل الجنائي للراقصه بوسي الاسد انها متهمه في 4 قضايا اداب عامه، وصدر ضدها حكم بالحبس 3 اشهر في احدى القضايا دي. والتحقيقات الحاليه بتركز على نشاطها خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد ما ظهرت في فيديوهات مباشرة على السوشيال ميديا، واللي ساهمت بشكل كبير في إعادة فتح ملفاتها القديمة. والقصة لسه في بدايتها، ولسه التحقيقات هتكشف تفاصيل أكتر في الأيام الجاية، خصوصا مع وجود تاريخ قانوني سابق مرتبط بيها. ودلوقتي السؤال اللي بيطرح نفسه، هل عقوبة زي دي ممكن تكون كافية لردع باقي صناع المحتوى اللي بيمشوا في نفس الطريق، ولا الموضوع محتاج قوانين أشد علشان نقدر نحافظ على قيمنا ومجتمعنا؟ قولوا لنا رأيكم في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واستنونا في حلقة جديدة من ترندات وبس. سلام.